من النوع الهادي ولا يروح لحد، هادي ويطيعني يجي. الله الكمبيوتر الله انهم بعض حتى يحطون الكمبيوتر، شوف المجلس ذا هذا يحطونه بعضنا بنيه ينقلونه اللي هو عبد العزيز. اي الله كلهم على الكمبيوتر، كمبيوتر كلهم عليه. مثلا قالوا تخبر واحد حتى جيراننا كلهم لو ما جبت لهم كمبيوتر قالوا كل الناس عندها كلها كمبيوتر. انا مره الكمبيوتر قلت تستفيدون منه، حتى مره اخذته خليته دوره كمبيوتر حق اللي عندنا هذا اللي بفلوس، اخذ دوره عليه. اما هو من النوع الهادي، النوع اللي حتى ما هو شرير بالمدرسه يجيب كويس ممتاز. قالوا حتى يجي حتى مدير المدرسه من جماعته ايام هذا عبد العزيز، حتى اخذنا الثانويه سعد الى سنه، هذا ما اخذ الثانويه ياخذها السنه. قالوا مع عبد العزيز ممتاز، سجلهم. قلت له بسجله ايش رايكم اسجله بالجامعه ولا اسجله قال لا ابدا والله ممتاز، هو ممتاز حتى عند اخويا يعرفون الحين جونا هم حقنا الطلبه يا ولد. قال يا ولد عبد العزيز ما لحقت عليهم الا القنص بس يقنصون قل هالقنص اللي قاموا يكثرونه. يقول هذه وقت طلعت شو اسمه العصافير هذه ما ادري وش اسمها حق الربيع ذيتي اللي تجي العبور هذه الطيور، الله يطلعون يجون الصباح وبعضنا بالليل يحطون هذا اللي معهم وهو اللي معهم. هذا اما من اول ما يروحون حتى القنص نقول اقنص معنا بعيد، وعيال عمي اكثر مرات يروحون ما يروح معه، ما يروحون يعني اوكي الله اعلم الا شيء سر يجيهم بالتلفون بالبيت الجوال التلفون ده اشري له الشريحه اجي اتصالات واشري ويقول اسال حطها معه وخلها هذا الجوال الكشاف قال لك انا اتصلت بقى اعتذر ابيك لان مع العيله ما عندهم احد، هو كبارهم وهم الكبار اللي عندي الباقيين كله ورعان صغيرين ما اخذ يوم تطفي ما يتصل، اتصل يا طاف يا ما يقطعون الشريحه. ما هو صاحب اتصالات وايد، الاتصالات ما هي يا اخي نسأل الله العفو والعافية. والله يا اخي اني ما في شيء اني اقول الفلان ما في احد عندنا غريب. هم اثنين ايه اثنين اللي ذبحوه. لا نهار العيد معهم معيد معه سلما عليه ما في عداوه يعني. ما في الا انهم يستدرجون هذا بخف. هو معي سلما علي معهم جايين بنخل لنا هنيه ومسلمين عليه معهم مع العيال تغدوا حتى معهم هنيه هذا جارنا هنيه. ما في شيء يعني ما يعني شيء غريب، ما في شيء انا استنكر منه والله ما في هالشيء اللي انا استنكر منه. دخلت عليهم شيء انا لو قال اعطنا كل شيء اعطيته وش فيها الدنيا ولو ما بدع ما عليهم شيء ما عليهم نقص، متعافي اكل شارب عند ابوك عند امك عند اخوانك وش تبي؟ وش هالحاجه اللي نقزتك انك تصلح كذا؟ وش عليك؟ لو هم مرضانين عقليا نوديهم النفسيه من اول وقال هذا مرضان عقليا لا حول ولا قوه الا بالله. لكن انت تاخذ الثانويه والكلمه اللي انا بقولها لك ان اللي سبحانه وتعالى نرجو من الدوله ان الكمبيوتر هذا ان هو اللي اعدم، ان هذا سبب شبابنا وهذا سبب اللي دمرهم بالمية. لان انا كبيرا انا والله ما اعرف الكمبيوتر، لو تقول هذا بسجل لي الجوال ما اعرف اسجل، هذا ولا يعرفون كل شيء. والكمبيوتر هو بلاء شبابنا بالعربي، احنا ناس كبار ولا نعرف شيء، هذول يشتغلون على الكمبيوتر ولا يعلمونا بشيء. المشكله انت تقول وش عندك، لو تقول له هذا فلان رحت له قال او ما يعلم، تقول الكمبيوتر وش تشتغل بقى والله اشتغل كذا والعاب وش احنا ما ندري. الكمبيوتر هي بلانا يا اخي دمرتنا. وين ما جبت لهم كمبيوتر وش قالوا كل الناس عندها كمبيوتر، صحيح والله؟ قالوا كل بيت، انا كل ما لقيت بيتي ولا بيت ولا الناس كل ما كمبيوتر ولا كل واحد. اول شيء نشكر الحكومه ونشكر الملك على ما فعل على الامن والامان، وحنا معه حنا مع الحكومه بكل شيء، ولا والله نرضى شيء يجي على الحكومه مهما كان كاين. هذا اللي احنا نقول، ونعاهدهم بالطاعه، وحنا ابنائهم، حنا خادمين 30 سنه يا اخي،
حنا رزقنا على الله ثم عليهم، والإيمان والأمن نحمد الله، كل شيء متوفر عندنا نحمد الله، كل شيء متوفر ما ناقص علينا شيء. هذا اللي احنا نقول نشكرهم على وانت حنا متعاونين معهم على كل شيء. هذا اللي بقول.